ابتدينا بقى، جماهير الزمالك ابتدت، ده الاهلي بيتجامل، والاهلي النهارده كان لازم يكسب، والتحكيم جامله، ولولا التحكيم. تحكيم ايه يا ابني؟ يا ابني تحكيم ايه يا ابني؟ انت ما عندكش دم. ده انت عندك الست متوشه اللي فاتوا دول، اقسم بالله كان عندك كوارث. والله لو راجعنا وراك ما تكسب فيهم ماتشين. فبلاش انت تتكلم على التحكيم. ده انا الست متوشه اللي لعبتهم ما جابوليش حكام دوليين غير في ماتشين ثلاثه. يعني السته فيهم ماتشين ثلاثه بس هم اللي تحكيم حكام دوليين. يعني النهارده يا عم حكم الساحه ممدوح وفا. ممدوح وفا ده حكم صاعد اصلا، اول مره يحكم اهلي، اول مره يحكم في الدوري عامه، ومعاه طارق مجدي حكم فار. فانت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم، انت ما عندكش دم والله العظيم. تعالى في ماتش انبي، محمد الغازي ساحه وخالد الغندور حكم فيديو. مين محمد الغازي ده؟ مين محمد الغازي؟ تعالى في ماتش فيوتشر، طارق مجدي ساحه ومصطفى مدحت فيديو. بلاش انت تتكلم على التحكيم، بلاش تتكلم على التحكيم بجد والله. وبعدين مش انت جامد ومعاك لعيبه جامده وبتكسر الدنيا وانت اول الدوري؟ خايف ليه بقى وتبتدي تقول تحكيم وتطلع الحجج الفاضيه بتاعتك دي؟ يا راجل بص قدام منك، الاهلي كان ليه النهارده ضربه جزاء بتاع الطاير، ايه اللعبه قدام منك؟ حطها لك في وشك، حطها لك في عينيك، ما بتشوفش؟ كره ضربه جزاء اهي قدام منك. بلاش دي، ما شفتش الكره بتاعت الهدف؟ الكره عدت خط المرمى بالكامل، والفيديو مش قادر يحددها ولا قادر يجيبها. الكره معديه هدف، ما شفتهاش؟ شفت بس اللعبه بتاعت ياسر ابراهيم اللي هي اصلا ما فيهاش حاجه. يعني الاثنين انا وصلت للكره الاول، الكره قدام مني، انا وصلت للكره الاول ما لمستوش، وعايزه ضربه جزاء. ما هو لو هو كان حسب بتاع الطاير كان هيقدر يحسب بتاعت ياسر ابراهيم، انما هو مش قادر علشان ما حسبش ضربه الجزاء الصحيحه. الدفعه كانت واضحه قدام منك ايه ووريتها لك. فبلاش تتكلم على الحكام ولا على التحكيم، عشان انت اكتر واحد السنه دي مستفيد، واكتر واحد النهارده السنه دي متساعد، والدنيا متسهله لك وباينه جامد في اختيار الحكام او الجماهير اللي بتخش بالادوات التشجيع. تعال بص كده جماهير الزمالك قدام منك الفيديو اهو. جماهير الزمالك داخله في استاد في اي قناه السويس في اسماعيليه، قلب اسماعيليه، بالتشبيهات التشجيع كامله. تخيل. والامن مامنهم لحد ما دخلوا الاستاد بادوات التشجيع كلها. الناحيه الثانيه جماهير الاسماعيلي ما حضرتش الماتش يا راجل، ده في ناس ما حضرتش الماتش، اقسم بالله ما عرف يخش. انا شغلي كل يوم في اسماعيليه وشايف الوضع كان هناك عامل ازاي. مهندس الصوت، انت عندك بص جماهير الاهلي النهارده. تعال بص كده جماهير الاهلي النهارده. جماهير الاهلي ما فيش يا راجل، بص الجماهير ما فيش ولا واحد قدام منك، ولا واحد معاه علم، ما فيش طبله، ما فيش زمار، ما فيش ادوات تشجيع خالص. الصوت هنا بص، تخيل كده، عايزك تركز في ماتش الزمالك الصوت بيبقى عامل ازاي، ومهندس الصوت مركز مع الجمهور ازاي، وفي مطوشه الاهلي مهندس الصوت بيبقى عامل ازاي، والصوت بيبقى فين اقربها النهارده يا راجل. فانتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين تدوا الدوري الزمالك؟ الدوله كلها من السنه دي مساعداك اهو، تحكيم والامن والجماهير، وبتخش ادوات التشجيع بتاعتك كلها، والحكام متنقيه لك، والدنيا جميله. الارض بتاعتك اللي اتاخدت منك بعد ما نصبت على الدوله رجعت لك. تخيل الارض رجعت لك، عايز ايه تاني؟ طيب يا عم نجيب لك مين تاني يساعدك؟ طيب مش عايزين نتكلم في السياسه بقى، مالناش احنا في السياسه، خلينا في الكوره. بس شوف انت بقى، انت يعني بس ما تجيش تقول انا ما بتساعدش، الدوله كلها راجل مساعداك واقفه معاك اهي. عايز ايه تاني؟ ارض رجعت لك، حكام، الدنيا حلوه والدنيا ماشيه تمام التمام، وبتدفع غرامات ما اعرفش بتجيبها منين، وانت اصلا مالكش موارد ولا بتخش بطوله ولا ليك اي. ما علينا. فبلاش تتكلم وتقول لك تحكيم ومش تحكيم. اجمد كده عشان هتتسفلت ان شاء الله الماتش الجاي. طبعا انا عاجبني النهارده روح الفانيلا الحمراء، روح الفانيلا هو ده الكلام، هو ده الكلام. اعمل اللي عليك في الملعب، احنا عايزين رجاله. اللي مش قد التيشيرت ده يا جماعه ما يلبسوش، اللي مش قد تيشيرت النادي الاهلي ما يلبسوش. تيشيرت تقيل عليك اقعد. مش عاجبك النادي الاهلي هات عرض واتكل على الله، عشان احنا قلنا لك 100 مره احنا ما عندناش لاعب، احنا عندنا الكيان رقم واحد. اي لاعب تحت رجلنا على الدغري كده. احنا النادي الاهلي هو النجم، ما عندناش لاعب نجم فريق ولا هو اللي شايل النادي ولا الكلام ده. اللي مش عاجبه يتكل على الله، بس هو بامانه وبما يرضي الله. انا من ساعه ما دخل زيزو وانا مصمم، انا بقول لك زيزو اهو، انا من موقعي هذا بقول لك زيزو بالونه من زمان. زيزو لاعب عادي،
حسين الشحات احسن منه. زيزو بوظ اوضه اللبس. ما ينفعش مروان عطيه يبقى ياخد 15 وزيزو بياخد 150 مليون. النهارده مروان عطيه شايل الفرقه، والله العظيم النهارده مروان عطيه نجم الفريق، اقسم بالله هو اللي شايل الفرقه النهارده. ما شاء الله عليك يا ابني. ده تديله 10 ولا 15 والتاني دوت البالونه تديله 150، وانت عندك حسين الشحات تقعده. حسين الشحات النهارده نزل عمل 3 لمسات من غير فزلكه، احسن الباكات اللي عندك. فانت لازم تقرب الدنيا دي كلها، العقود بتاعت اللعيبه دي لازم تتظبط، لازم الفتره اللي جايه تتظبط، لازم لازم لازم. ودي طبعا مهمه الكابتن سيد عبد الحفيظ. عودا حميدا يا كابتن سيد، الحراق رجع لكم، خلي بالك الحراق رجع لكم. فالاهلي ان شاء الله بامر الله يعني انا شايف ان الاهلي رايح في المسار الصح. 3 نقط مهمين، دفعه قويه للي جاي. محمد هاني انت مين واسطتك بجد؟ ونفسي اعرف مين واسطتك. يالا انت لعبت في النادي الاهلي ازاي؟ يالا والله العظيم ما عارف انت لعبت في النادي الاهلي ازاي. انت تعبتنا يا محمد هاني، والله العظيم تعبتنا. مين واسطتك؟ طيب قول لنا مين واسطتك واحنا مش هنقول لحد. مش ممكن يا محمد هاني، مش ممكن. ارحمنا بقى. ان شاء الله اللي جاي احسن، والنادي الاهلي فوق الجميع واعظم نادي في الكون، عشان الكلمه دي بتغيظه. ان شاء الله بامر الله الماتش الجاي برضه ماتش مهم قبل ماتش الزمالك، عشان يدينا دفعه، عشان نخش على الناس دي نسفلت لهم وشهم، عشان الناس دي عايزه بجد، عايزه تخش الجحور تاني. والله العظيم عايزين يخش الجحور تاني. فان شاء الله خير واللي جاي احسن بامر الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي. سلام.